خصنا نتعاملوا بحزم. اللي عنده الوراق يبقى واللي ما عندوش يتم الترحيل ديالو. الحدود خصها تكون مسدوده، التاشيرات دار تاشيرات. المغربي الا بغيتيه اليوم يكون مطمئن وبخير خصك تفرض التاشيرات على الدول ديال الافريقيه كلها. والشراكات ديالنا خصها تكون شراكات حقيقيه، ماشي شراكات غير في الورق ولا المحاباه. اليوم الطلبه ديالنا في دوله السنغال يعانوا، اليوم تجينا رسائل بانهم مهددين بالقتل، التجار ديالنا مهددين بالارزاق ديالهم، تهرسوا المقاهي ديالهم والمحلات ديالهم والشغب تمارس عليهم. غياب الشرطه السنغاليه هنا كيطرح واحد علامه استفهام كبرى. اين الدوله السنغاليه اللي كتقول هي عندنا شراكه متقدمه معنا؟ اللي غيشارك معنا خصو يكون رابح رابح، يمكن يحميه حتى الاملاك. شفنا الشرطه المغربيه كيفاش تعاملت في الشغب ديال الجماهير السنغاليه بواحد الحكمه، بواحد الصبر كبير، اللي تماداو لدرجه كبيره. عاد تدخلات القوات المغربيه والشرطه المغربيه مشكورين في ذلك. اليوم حنا في واحد مفترق طرق اللي خصنا ناخذوه بحكمه. البلاد ديالنا في اماس الحمايه ديالها. مستقبلا الا بغينا ننظموا كاس العالم خصنا نكونوا في مستوى اكبر، خصنا نكونوا في تنظيم في تسيير اكبر، في النظام والامن. من الاشياء اللي مهمه دائما تنخاف من دول جنوب الصحراء، لان الحروب والناس مأطراش ضروري غتكون في ليلات في المغرب، وكانت انفلاتات وكانت بزاف ديال الامور الغير مشرفه. اليوم خصنا بنظره جديده. هذا الشيء اللي وقع لنا غير سهل. بكاو المغاربه، تعصبوا المغاربه، بكاو الامهات، بكاو الاباء، بكاو الاطفال. تفقسنا حنا كفعاليه المجتمع المدني وكسياسيين في هذه البلاد الامور اللي تجيرات بهذه الطريقه واللي كانت خصها تكون حازمه اكثر، واللي صراحه كان عندنا الثقه والامان في الشعوب الافريقيه. اليوم بين غير ذلك. مع الاسف الخروج ديال الجماهير ديال الدول العربيه للاحتفال هذا تيبين البغض والحقد ديالهم على الدوله ديالنا. داك اللعبه ديال خاوه يمكن اصبحت من الماضي. هذا الشيء خصنا نحسموا معاه بقوانين جديده، باستراتيجيات جديده حقيقيه، وبدون فهمتيني بدون الرحمه في هذا الباب، لان الامن ديالك والامن ديال الوطن ديالك اهم شيء في هذا الباب هذا.